تعالي اقولك تعملي ازاي السكين بوستر حقن بس في البيت بالترتيب. 8 حاجات هقولهم لك من رقم 8 لرقم 1 عشان 1 دي هي الزتونة. رقم 8 مضاد أكسدة. رقم 7 بتزود تصنيع الكولاجين والإلاستين بتاع الجلد. رقم 6 بيجدد خلايا وتصنيع خلايا البشرة. ده معناه جددنا خلايا البشرة، صنعنا خلايا جديدة، يبقى عملنا مصنع جديد للكولاجين والإلاستين. فمعنى كده ان الخطوط ابتدت مش تختفي، تنتهي. رقم 5 كولاجين بوستر. انت متخيله يعني ايه كولاجين بوستر؟ ده في شركات شغاله شغلها الاساسي بمنتجات مكتوب عليها كولاجين بوستر. انا خليكي تعمليه في البيت. رقم 4 بيحفز انتاج الميلانين المظبوط مش الزايد، يعني بيظبط وبيوحد لون البشره. رقم 3 فالين. ايه الفالين ده؟ دي ماده ما بتتصنعش اصلا في الجسم. انت متخيله ان انت لازم تاخديها من بره؟ الماده دي مهمه، طبعا مهمه، لان الماده دي اللي بتعمل البلوكات بتاعه الجلد. انت عارفه يعني ايه بلوكات الجلد؟ يعني تصنيع الجلد نفسه، اساس الجلد نفسه اللي اصلا لو مش موجود ترطيب الجلد مش هيقعد، التجاعيد نفسها هتظهر. بلوكات يعني هتقفل الجلد، هتغطي على الخطوط، هتقلل التجاعيد وتحمي الجلد من عدم الترطيب. تاني حاجة ثريونين. 4 في 1، 4 منتجات في منتج واحد. ترطيب، حماية، معالج، مضاد للتجاعيد. رقم 1 وهو 1 فعلا الايزوليوسين. ده ايه؟ ده بيجدد خلايا البشرة. ايه ده؟ عادي؟ لا مش عادي، لان هو مش بيجدد الخلايا كده، ده بيجدد الخلايا بتاعت البشرة. اكمل؟ لا، ده لوحده عملية جراحية. انت متخيله لما بتخش تعملي عمليه جراحيه بتعملي ايه؟ بتفتحي الجلد عشان تشتغلي من جوه. الماده دي بتجدد خلايا البشره الداخليه، يعني الطبقه العميقه. يعني انت بتشتغلي على حاجه مش هتقدري تعمليها غير بعمليه، الماده دي هي بتعملها لك. بتشتغل على تجديد الخلايا الجلد بس العميقه، يعني الطبقه الداخليه بتاعت الجلد. لما اشتغل من تحت لفوق، لو انا اشتغلت من تحت يعني اللي فوق اتصلح. كل اللي انا بقوله ده موجود في الرز. تعالي اقول لك بقى تعمليها ازاي. 4 معالق رز كبار، ورز عادي مش عايزين ننقي، رز عادي. هنجيب 4 معالق كبار، هنحطهم في حله صغيره ونحط عليهم ربع كوبايه ميه، ونفتح البوتاجاز ونسيبهم يغلوا مع بعض لحد ما الرز يشرب الميه، ونسيبه يهدى شويه، وبعد كده ننزله في طبق ونضربه بالهاند بلندر. نضربه خالص بحيث انه يدي قوام الكريم، وبعد كده نسيبه يهدى لحد ما يبرد تماما. بعد ما يبرد ناخد منه ونعمل الماسك على الوش، ويا ريت لو نسيب الماسك مش ربع ساعة، 30 دقيقة، وبعد كده يتشطف. وتفرجي على شكل وشك هيبقى عامل ازاي. انتي متخيله ال8 حاجات اللي انا قلتهم دول هتشوفيهم بعد ال30 دقيقه؟ بس هنا عشان نبقى متفقين دي حاجه طبيعيه هتديني النتيجه. هتديك النتيجه اللي انا بقوله ده، انا متاكد منه 1,000,000%. بس المهم الاستمراريه. هتقولي لي يعني هعمل ده كل يوم؟ هقول لك بلاش كل يوم، خليه كل يومين. طب بلاش كل يومين، ثبتي لك يومين في الاسبوع. لما تعملي ماسك زي ده يومين في الاسبوع 3 شهور، اتفرجي على وشك هيبقى عامل ازاي.